السلام عليكم. هذا الفيديو هام جدا بالنسبه للتلاميذ والتلميذات اللي شدوا الباك، اللي نجحوا في الباك في هذا العام 2025. اهم كذلك للاسر ديالهم، الوالدين ديالهم، لانه كيخص المنحه الدراسيه. اليوم غنتكلم لكم على المستجدات اللي ولات في لابورس اللي خصك من دابا غير تشد شهاده الباك، ولا تعرف راسك نجحتي في الباك، ولا تعرف والدك ولا بنتك نجحت في الباك، تبدا تحرك. شنو غتحركوا ديروا؟ هادشي اللي غنقول لكم في هذا الفيديو. فردوا البال مزيان وبارطاجيو باش هذه المعلومات توصل لاكبر عدد من التلاميذ اللي شدوا البكالوريا، وخصوصا الاسر ديالهم. قبل ما نقول لكم المستجدات اللي خص تردوا لها البال وتبداو تخدموا عليها من دابا، راه نتكلموا على هذه المنحه. شنو هي؟ كاين جوج انواع المنحه، كاين المنحه الكامله وكاين نصف المنحه. المنحه الكامله تقريبا شي 6334 درهم سنويا. 6334 درهم كيعطيوها لك العام كامل الا تقبلتي. نصف المنحه هي 3167 درهم. علاش هذا غنعطيوه منحه كامله وهذا غنعطيوه غير نصف منحه؟ الفرق هو البعد ديال الاسره ولا ديال هذا الطالب، البلاصه فين ساكن، شحال بعيده على الجامعه ولا الكليه ولا المدرسه العليا ولا التكوين المهني فين تسجل ومكمل قرايته من بعد الباك. الا كانت المسافه 20 كيلومتر الفوق كيشد المنحه الكامله. مثلا المدينه فين مشى تسجل بشي كليه ولا شي جامعه بعيده على العنوان فين ساكن ولا على المدينه فين ساكن ولا على البلاصه فين ساكن ب 20 كيلومتر الفوق كيشد منحه كامله. الا كانت 20 كيلومتر لتحت كيشد نصف منحه. نجيو دابا للشروط، ومن خلال هاد الشروط غتعرف الامور اللي خصك تبدا تخدم عليها دابا اليوم. الشرط الاول يكون مغربي، يكون عنده الجنسيه مغربيه. المنحه الدراسيه المغربيه ما كتعطاش للطلبه الاجانب. الشرط الثاني، ردوا البال مزيان، قيد هاد الشروط باش تعرف واش فيك، واش تستحق المنحه ولا واش ولدك ولا بنتك تستحق المنحه. الشرط الثاني يكون هاد التلميذ ولا هاد الطالب اللي شد البكالوريا عنده قل من 26 عام، فوقاش الوقت اللي دوز الامتحان ديال الدوره العاديه ديال البكالوريا. الشرط الثالث يكون شد الباك هذاك العام اللي غيدفع فيه المنحه، ماشي شادو هادي عامين 3 سنين عنده البكالوريا عاد جاي يدفع المنحه لان غيدير شي جامعه. لا، يكون شاد الباك ديال ديك السنه ديال داك العام اللي غيدفع فيه المنحه. مثلا حنا في 2025 يكون شاد الباك في 2025 باش يدفع المنحه في 2025. الشرط الرابع انه يتسجل ويتقبل بشي مدرسه عليا، بشي كليه، بشي جامعه، بشي مدرسه ديال التعليم العالي العام، في التكوين المهني. كاين واحد الشروط اللي استجدت كما قلت هاد السنتين الاخيرتين، ولكن قبل خليني نقول لكم انه واخا تكون فيك هاد الشروط كاين بعض الحالات اللي ما تقبلش. اللي مثلا اللي خدام، الا مثلا هاد الطالب كان خدام وتصرح به في لاسانساس، ولا كان خدام عنده مثلا شي تجاره ولا مقاول ذاتي، المهم عنده شي عمل خاص اللي مصرح به قانونيا، اللي كيخدم راه ما يشدش المنحه. مزيان. من المتغيرات الاساسيه في هاد السنوات الاخيره، العامين وثلاث سنين الاخرى، هي انه ما بقاتش المنحه بحال شحال هادي. كانت المنحه كتدفع الدوسير في الاداره ولا العماله اللي تابع ليها انت، وهذيك العماله ولا داك الاقليم كيدرس دوك الطلبات ديال الناس اللي تابعين ليه. كل اقليم فيه واحد اللجنه اقليميه خاصه بداك الاقليم، ديك العماله كتدرس الطلبات ديال داك الاقليم، كتشوف واش يستحق هاد الطالب والاسره ديالو، اي الحاله الماديه ديالهم، واش يستحقوا المنحه ولا عندهم مدخول كافي انهم يكفيو هاد الطالب هذا ويكفيو الدراسه ديالو. الجديد دابا كاينه لجنه وطنيه هي اللي كتدرس هاد الملفات، والجديد دابا انه الامر ولا الكتروني 100%. ما بقيتيش انت غتصايب دوسي وتدفعوا للعماله ولا تدفعوا لشي اداره تابعه لديك العماله اللي انت فيها، وليتي كتدخل للموقع العنوان ديالو منحتي.ma، منحتي.ma، وكتحط الطلب ديالك وكتتبع الطلب ديالك في داك السيت، واش تقبلتي واش ما تقبلتيش، واش خاصك شي حاجه. ومني كتقبل كيجيك القبول في السيت ولا كيجيك شي ميساج رساله نصيه ولا ايميل. المهم ما بقاتش القضيه ورقيه، ولات الكترونيه 100%. لجنه وزاريه وطنيه هي اللي كتدرس هاد الطلبات وكتعتمد على واحد المعيار اساسي ومهم ما كانش ولا دابا، هو اللي غنتكلم عليه، هو اللي درت عليه هذا الفيديو اللي كما قلت لكم في الاول خصكم تحركوا له دابا. وهذه اللجنه هذه هي اللي كتحصر ولا كتقرر اللوائح ديال المستفيدين على حسب الاستحقاق. حنا نجيو على الاستحقاق، شكون اللي كيستحق، وعلى حسب الميزانيه اللي مرصوده. نجيو اخيرا المستجد المهم اللي ولا في هذه السنتين الاخيرتين، اللي هو ان مولاي انت الا بغيتي تستافد من المنحه، ولا الاسره اللي بغات تستافد من المنحه على شي فرض، هاد التلميذ ولا هاد الطالب اللي غيولي في التعليم العالي شد الباك هاد العام، راه ضروري يكونوا مسجلين الاسره كامله بالسجل الوطني للسكان، كل واحد بوحدو يتسجل ويتعطاه معرف الرقمي ديالو. وهاد الاسره تكون مسجله بالسجل الاجتماعي الموحد، وهاد الاسره يكون خرج ليها
المؤشر. حنا غنجيو لهاد المؤشر والاهميه ديالو اللي ولات في المنحه الدراسيه في لابورس. غير هادوك الاشاعات، انا نفراني لكم الاشاعات بعدا، عاد نكمل لكم شنو خصك دير من غدا من اليوم. ديك الاشاعات ديال انه خصكم كتشد الدعم عاد تشد المنحه، لا بالعكس، انا جاي لصحاب الدعم. ولا خص يكون عندك واحد المؤشر محدد معروف اللي هو 932 ولا 974 ديال الدعم ولا 932 ديال امو، لا. ولا ضروري تكون مسجل في امو، لا. اللي مهم هاد ثلاثه الحوايج اللي قلت لكم. هاد الاسره ديال الطالب ولا الطالبه اللي بغات تشد المنحه، كل واحد فيكم بما فيهم هاد الطالب ولا الطالبه يكون مسجل في السجل الوطني للسكان وعنده المعرف الرقمي ديالو. الا ما مسجلين سيروا تسجلوا من دابا. وهاد الاسره ملي تسجلوا كاملين في السجل الوطني للسكان يتسجلوا كاسره سجل الاجتماعي الموحد، هذه الثانيه، ويخرج لهم المؤشر، هذه الثالثه. هاد ثلاثه الحوايج خصكم ديروهم. علاش قلت لكم خص من دابا تحركوا في هاد ثلاثه الحوايج؟ واخا المنحه مازال ما تفتحاتش، مازال الموقع ديال منحتي نقطه ام ا ما بداش ما تفتحش، لان هاد الامور ولات كتاخذ وقت. باش تسجل في السجل الوطني للسكان كياخذ وقت، ويخرج لك المعرف الرقمي ديالك كياخذ وقت. باش تسجلوا كاسره سجل اجتماعي الموحد كياخذ وقت. باش تقبلوا كاسره وتولي الوضعيه ديال الاسره مفعله بسجل الاجتماعي الموحد، باش يخرج كاع المؤشر ولا مصيبه. كاين اللي كياخذ له شهور اللي مسجلين وعندهم المؤشر مسجلين في السجل الموحد، والطالب مسجل معاهم في السجل الموحد وخارج لهم المؤشر، راه ما كاين حتى مشكل. كاين واحد النقطه مهمه خصهم يديروها كذلك ويردوا البال الا ما كانوش دايرينها. شنو هي هذه النقطه؟ الا كنتي كاع مسجل انت، قول انا هاد الهضره اللي كتقول انت انا درتها قبال، اصلا باغي ندفع الدعم باغي ندفع الامو، حنا الاسره ديالنا اللي فيها الطالب غيشد المنحه راه مسجلين في هادشي اللي كتقول انت. رد البال انه الوقت اللي تسجل فيه في السجل الموحد، واش كنتي مدخل لاكارت النمره د لاكارت لولدك ولا بنتك اللي غيدفع المنحه في السجل الوطني للسكان؟ اذا الا كان ولدك ما كنتيش مصايب له لاكارت الوقت اللي سجلتيه في السجل الوطني للسكان في المقاطعه ولا القياده، سير ديه هو لاكارت ديالو، ولا هو يمشي يدي لاكارت ديالو باش يضيف رقم البطاقه الوطنيه في السجل الوطني للسكان. وكذلك الا كنتي ما مدخلش رقم البطاقه الوطنيه في منظومه مسار، سير دخل رقم البطاقه الوطنيه ديالو في منظومه مسار. مزيان. تكلمنا على اللجنه الوطنيه هي اللي كتحدد الطلبه اللي غيستافدوا، واهم معيار قلنا انه كاين واحد المعيار ولا واحد المقياس يعتمدوا عليه بالاساس، هي هذه القضيه اللي كنقول لكم، هي المؤشر. ولكن هذا المؤشر ماشي هو 932 ماشي هو 974 ماشي هو ديال امو ولا ديال الدعم. هذا المؤشر كتحددوه هذه اللجنه الوطنيه سنويا. قدر هذا العام تكون العتبه واحد الرقم، العام الجاي تكون رقم اخر. اذا العتبه ولا المؤشر ديال المنحه راه ما معروفش، راه ما كيعلنوش عليه. مزيان. اخر حاجه علاقه النيت بالمؤشر وبالدعم وبالمنحه، الا كتستافد دابا من الدعم وجاتك المنحه، كاين حالات اللي يمكن يتوقف لك الدعم نهائيا، وكاين حالات اللي يمكن ينقصوا لك من الدعم. الا جاتك المنحه وحسبوا المبلغ ديال المنحه، مثلا جاتك المنحه الكامله 6334 درهم، ولقاو ان الدعم اللي كتشد في العام قل من هذا المبلغ، غيحبسوا لك الدعم. يقول لك كتشد المنحه والدعم لا. الا لقاو المبلغ ديال المنحه، مثلا جاتك انت غير نصف المنحه، ولا الطالب اللي غتستافد عليه انت كاسره جاتو غير 3167 درهم وانت كتشد في الدعم اكثر، غيشدوا الدعم ديالك، غينقصوا منه هذا المبلغ ديال المنحه اللي كتشد 3167 درهم مثلا اللي هو نصف المنحه، وغيعطيوك غير الفرق في الدعم. مثلا انت كتجيك في الدعم 6000 درهم العام كامل، وفي المنحه كتجيك غير 3167 درهم، غيشدوا ديك 6000 درهم غينقصوا منها 3167 درهم ويفرقوا لك هذاك الفرق على كل شهر. وكل شيء دابا كما قلت كنعاود ناكد عليها ولا الكتروني عن طريق هذا الموقع ديال منحتي نقطه ام ا. الله يعاونكم.